فيفوز عام 1979 بالبطولة أيضا بعد أن فاز على المحلة ب3 أهداف للا شيء، ليحقق المعلمين 3 بطولات كاملة لكأس مصر في السبعينات. وتأتي الثمانينات بالإحلال والتجديد في الفريق الأبيض، فيفوز ببطولة واحدة في عام 1988 بعد أن فاز على الاتحاد السكندري بهدف لطارق يحيى. ويستمر الحال في التسعينات، ويفوز الفريق الكبير ببطولة واحدة أيضا عام 1999 بعد أن فاز على الإسماعيلي ب3 أهداف لهدف واحد. ومع الألفية الجديدة يفوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بلدية المحلة مفاجأة البطولة عام 2002 وبهدف لعبد الحليم علي العندليب. وأخيرا يبتسم الحظ للزملكاوية، وبعد فترة عجاف طالت إلى 6 سنوات كاملة غاب فيها كأس مصر عن القلعة البيضاء ليعود إلى أحضانها في عام 2008 لتفجر الفرحة البيضاء طاغية في كل مكان لتعلن عودة المارد الأبيض للبطولات التي تبدأ مع 2008 والبطولة رقم 21 لكأس مصر لنادي الزمالك الكبير. بدأ الزمالك مشوار 2008 مع كأس مصر رقم 21 مع فريق كهرباء الإسماعيلية ليفوز عليه برباعية، ثم يفوز على مالية كفر الزيات في دور 32 ب3 أهداف نظيفة. ويقدم سيمفونية في دور الثمانية أمام أسمنت السويس ويفوز برباعية بعد أن ظل مهزوما بهدف لا شيء طوال 70 دقيقة من المباراة.
انتهت الدورة على حرس الحدود في الدور قبل النهائي، ويفوز الزمالك بهدفين لهدف واحد ليصعد إلى المباراة النهائية لمواجهة إنبي العنيد. المباراة النهائية في كأس مصر، الزمالك وإنبي. ماذا حدث قبل المباراة؟